مرحبا أيها الأحبة، أنا جميلة طباخ أطل عليكم مرة أخرى من خلال منتدى النهار. نريده منتدى للإبداع، للجمال، للمحبة. شعارنا دائما كن جميلا ترى الوجود جميلا، والجميل هذا السخاء وهذا الكرم من أصدقائنا أصدقاء المنتدى. فهذا الشاعر الشيخ عثمان أهدى هذه الكلمات الجميلة جدا لمدينة بشار، مدينة بشار الواقعة في الجنوب الغربي الجزائري على بعد 1000 كيلومتر من الجزائر العاصمة. هي مدينة سياحية معروفة بكرم أهلها، معروفة بمعالمها السياحية الجميلة. هي مدينة الأدباء أيضا والفنانين، حتى أنه يقال لو سقط عود من السماء على مدينة بشار لوجد من يعزفه. أقتطب لكم بعض الكلمات للشاعر الشيخ عثمان. يقول: بشار، بشار خيمة كبيرة، بشار خيمة كبيرة، واللي كذبني يجي يشوف. بلاد سيدي بن بوزيان، بلاد سيدي بن بوزيان مقامه معروف، تسحر كل من شافها، تسحر كل من شافها بشيرة، قلبه متعلق بيها ملهوف. أعطاها ربي خيرات كثيرة، أعطاها ربي خيرات كثيرة، حسن جمال فتان متحوف. شكرا جزيلا للشيخ عثمان، شكرا لكل متابعينا. شعارنا دائما كن جميلا ترى الوجود جميلا. الله الله عليك يا فنان، الله الله عليك يا فنان، يا طير يغرد فوق الغصان، يخاطب الروح والوجدان. الله الله عليك يا فنان. يا شمعة تضوي في المكان، تونس في الليل السهران. الله الله عليك يا فنان، الله الله عليك يا فنان. ترسم على الوجوه البسمة، تغرس في القلوب الرحمة، تسمعنا كلمة فيها حكمة، تواسينا في المحان. الله الله عليك يا فنان، الله الله عليك يا فنان. يا طير يغرد فوق الغصان، يخاطب الروح والوجدان. الله الله عليك يا فنان، الله الله عليك يا فنان. يسرني أن أدعو كل المبدعين، فنانين كانوا أو شعراء أو أدباء، للتواصل والمشاركة في منتدى النهار للارتقاء بالساحة الفنية والثقافية.